والله العظيم اليقين بالله مع الإصرار في الدعاء قوة خارقة تقدر توصلك لأي هدف وأي طموح مهما كانت استحالة تنفيذه بالمنطق وبحسابات العقل البشري. ولا عمرك هتخاف ولا تشيل هم أيام مجهولة طول ما يقينك في الله قوي، إن ده الوحيد اللي قادر يبدل من حال لحال. والأزمات الموجودة والصعوبات والشدة اللي موجودة في كل المجالات دي لسبب وحكمة لا يعلمها إلا الله. بس أنت كل اللي عليك هيئ نفسك إنك تكون إنسان بينك وبين ربنا عمار، تكون إنسان يوم ما تدعي وتتذلل وتستجير يستجيب، تكون إنسان مش جاحد ومبادئك مبادئ كويسة، يوم ما تصر على دعائك وتقول له يا رب أنا نفسي في ده حققهولي يستجيب. ولو ما استجابش ده بقى منع ربنا ليك العطاء، خير لا يعلمه إلا الله، وانت الوحيد اللي هتعرف ان هو ده الخير ليك، لان منع ربنا ليك خير وعطاء. انت الوحيد اللي اضرب شخصيتك واضرب كيانك واضرب نفسك كان ينفع لها ايه وما ينفعلهاش ايه. هتنبهر بعد فترة بعطاء ربنا ليك اللي اجلهولك ده. بس انت كل اللي عليك قوي يقينك في الله، وادعي واستجير وتذلل، وان شاء الله هتوصل وهيستجيب. وان شاء الله باذن الله لما تلاقوا الفيديو ده جايب مشاركات كتير ومشاهدات كتير، انا برضو كمان والله العظيم بدعي ربنا ان انا اكون رسالة في الخير. ومن ضمن المحتوى اللي انا فيه ده يعني انا بحاول اوصل رسالة تكون للخير باذن الله، يبقى ده برضو دليل ليكوا ان شاء الله ربنا بيستجيب باذن الله. صدقني والله يا معلم، لا قرب لمن له رب.